طب إيه رأيك تبيع وأنا شاري؟ بيع لأي سبب اقنعني بيه إنك ينفع تدخل الامتحان وأنت مش حافظ المترادفات دي وأنا أشتري منك السبب. بس للأسف مفيش. طيب اديني ودنك، وقبل ما تديني ودنك ما تنساش تشترك في القناة واعرف معايا المترادفات دي كويس قوي. كلمة تشارج ويز بتساوي كلمة accuse of، الاتنين معناهم يتهم بيه. خلي بالك من تغير حرف الجر. كلمة in charge of بتساوي كلمة responsible for، الاتنين معناهم مسؤول عن. يبقى برضو خلي بالك من تغير حرف الجر. كلمة enthusiastic about بتساوي كلمة eager to، الاتنين معناهم متحمس بشأن، يعني في حاجة انت شغوف انك تعملها. كلمة set up بتساوي كلمة establish، الاتنين معناهم يؤسس. خلي بالك كلمة set up مكتوبة بحرف الايه. كلمة decline اللي بتيجي بمعنى ينهار أو ينخفض تدريجيا بتيجي بمعنى يرفض، ولو جت بمعنى يرفض يبقى هي بتساوي في الحالة دي كلمة turn down. ركز في المترادفات دي واحفظها كويس، المترادفات دي بتتكرر في الامتحان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.